أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والشارع المصري. طبعا مش محتاجين نقول الشارع المصري بيتكلم عن إيه طوال هذا الأسبوع وربما في اليومين ثلاثة الأخرانيين. الشارع لا يتكلم إلا عن برلمان مصر، عن مجلس الشعب، عن انعقاد مجلس الشعب بعد فترة وطول غياب. أخيرا تحققت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق: رئيس جمهورية، دستور، مجلس نيابي. الخريطة اتحطت والخريطة اتنفذت. مجلس الشعب ثار حوله جدل كتير منذ الترشيحات وخلال إجراء الانتخابات ونتيجة ظهور بعض الأسماء وفوز بعض الأسماء، ولكنه اختيار الصندوق الذي لا يستطيع أحد أن يعلق عليه في ظل انتخابات جرت تحت سمع وأبصار المنظمات الدولية والمحلية والمراقبين، ومنتخبات لا يستطيع أحد أن يقول أنها يشوبها شائب. الصندوق كان موجود والمواطن كان لديه الاختيار أن يتوجه إلى الصندوق أو لا يتوجه إلى الصندوق، وأن يختار من ضمن قوائم ومن ضمن أشخاص. انعقد المجلس يوم الأحد وقام الأعضاء الجدد بأداء اليمين الدستورية، ومنذ هذه اللحظة والجدل ثائر داخل مصر. ملاحظات من المواطنين اللي شافوا هذا المشهد: الناس شايفة أنه لسه جديد، بعض البرلمانيين لسه جدد، الموقف له هيبته بعد هذه الفترة من الغياب، بعض المشاهد ما كانش صح ان احنا نشوفها، بعض التعليقات ما كانش صح ان احنا نسمعها، الجدل القانوني الذي دار من بين بعض القانونيين الموجودين داخل المجلس وتحت القبة. البعض يرى أنها ظاهرة إيجابية صحية ان احنا نشوف كمواطنين وكشعب بعينينا من اخترناهم كنواب، ونسمع ونتعرف على من يستطيع أن يتحمل هذه المهمة وكيف يقوم بهذه المهمة، ومن لا يستطيع، لأنه ده هيكون درس الانتخابات الجاية. علشان كتير من الناس كانت بتقول المرة دي: هو احنا كنا ننتخب مين؟ احنا ما نعرفش مين دول. أنا ما اعرفش حد من الأسماء دي، أنا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. ويمكن النائبة الأستاذة أنيسة حسونة لما كان هناك ترشيح لأسماء لرؤساء المجالس وقفت وقالت بوضوح شديد: أنا محتاجة أعرف كل شخص من المتقدمين يعرف نفسه في دقيقتين أو ثلاثة عشان أنا أعرف أنا بفاضل مين. الأسماء مش كلها معلومة بالنسبة لي. وهذا أعتقد أنه كان كلام صائب جدا. النهارده بقى وبعد ما هنشوف مجلس الشعب وابتدينا نشوفه من يوم الأحد اللي فات، المواطنين كلهم هيقدروا يشوفوا بالصوت والصورة الأداء لأعضاء مجلس الشعب، التزام الأعضاء، طلبات الإحاطة وطلبات الاستجواب والتعليقات، وكيف يمثل هؤلاء النواب لجانهم ويمثلون الشعب المصري كله، طالما أصبح تحت القبة أصبح يمثل الشعب المصري كله وليس دائرته فقط. البعض الثاني يمكن تشائم وقال هذا المشهد يعني يثير القلق بشدة، ويمكن يخلينا نسأل ونقول: هل هذا هو البرلمان الذي كنا ننتظره؟ البعض بالفعل بدأ في التعبير عن عدم رضائه عن هذا المشهد. والجدل طبعا الحالي موجود: نعرض الجلسات ولا ما نعرضش الجلسات؟ هذا هو البرلمان ونحن في انتظار ما سوف يحدث. البرلمان تم اختيار رئيسه والوكيلين وأمين المجلس، وتم انتخاب رؤساء اللجان بشكل مؤقت. عايزين نحط 10 خطوط تحت كلمة بشكل مؤقت، لأن الناس بتعتقد أنه تم بالفعل اختيار اللجان ورؤسائها وأنه هذا هو الوضع. لا، هذا شكل مؤقت، لأنه لائحة المجلس سوف تتغير وسيكون هناك تعددية أكثر في عدد اللجان الموجودة. فبعض اللجان ستنقسم وسيصبح هناك عدد أكبر وسيكون هناك تغيير في اللائحة. فالوضع القائم حاليا للجان الموجودة برئاستها وأعضائها هو بشكل مؤقت حتى يتم تحديد وتغيير اللائحة، وبناء عليه تتشكل اللجان بشكل نهائي. احنا مستنيين ايه من برلمان جديد؟ 215 قانون يجب أن تتم مناقشتها خلال 15 يوم. هتسألوا ازاي؟ هنقول انه تم بالفعل تقسيم هذه القوانين على اللجان التي شكلت مؤقتا، وكل قانون تبع للجنة المختصة بشأنه علشان كلهم يتدرسوها ويقدروا يستوعبوا هذا العدد من القوانين، وبالفعل يقدروا خلال هذه الفترة انه يتم اقرارها
بعض القوانين التي صدرت أثناء رئاسة المستشار عدلي منصور، وأيضا القوانين التي صدرت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى انعقاد مجلس الشعب. وبناء عليه تقبل هذه القوانين أو لا تقبل، تقر، تعدل، يعني هنشوف اللجان سوف تخرج إلى أي خلاصة. المهم ان احنا بقى عندنا مجلس شعب، وهذا المجلس بقى أصبح مسؤول عن الرقابة على الحكومة والرقابة على الأداء الحكومي، ومسؤول عن الجانب التشريعي، ومسؤول ان هو يلبي رغبات هذا الشعب وطلبات هذا الشعب. ونرجو ان يكون ده بيتم فعلا على الملأ، ونشوفه صوت وصورة حتى يستطيع الشعب انه يعرف في النهاية من الذي مثله ومن الذي استحق ان يجلس تحت القبة ويقول انا نائب عن الشعب المصري. البرلمان وماذا سيحدث داخله وماذا نتوقع، ما هي التحديات، ما هي التعليقات، هل نتفائل، هل نتشائم، كل هذا سوف أتحاور معه حوله عفوا مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عصام شيحة، البرلماني السابق والقيادي الوفدي والمحامي بالنقد اللي بيشرفني النهارده في استوديو الشارع المصري. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا منى. أهلا وسهلا. برلمان مصر، كيف رأيت مشهد يوم الأحد؟ رأيته طبيعي جدا، لأنه المتابع الجيد كان لديه توقعات أنه تكون الجلسة الإجرائية فيها عدم انضباط أكثر بكثير مما رأينا. البرلمان إفراز طبيعي للمجتمع المصري في ال5 سنوات الأخيرة. احنا كل حاجة عندنا مرتبكة، في ارتباك عام في المشهد، فكان شيء طبيعي جدا ان هذا الارتباك يتم تصديره الى البرلمان. عدد كبير من المصريين من النخبه امتنعوا عن الترشح، عدد كبير من المصريين فضل يعود مره اخرى الى الى المصطبه او الدكه، يعني قعد عليها والانتخابات بتتم امامه. فشيء طبيعي ان ده يكون افراز 25% من المصريين، وعلينا ان احنا نحترم اراده المصريين، ولما نلوم حد نلوم اللي ما نزلش المعركه، سواء اللي ما شاركش في الانتخابات او اللي ما صوتش. لكن البرلمان جاي في توقيت ظرف استثنائي. احنا كمان انا شايف انه من الصعب بل من العسير، حتى مش من العداله، ان احنا نتعجل في الحكم على البرلمان. تكلمي على برلمان تقريبا 600 عضو، يعني 596 عضو، عدد ضخم جدا، يعني عدد كبير. واحنا بنقيم البرلمان، مش عايز ننسى ان احنا دولة عريقة في البرلمانات، ما احناش حديث العهد بالبرلمانات عشان نبقى عندنا خوف وهلع انه البرلمان في مجمله كله، كل الناس اللي تابعوا وليهم تحفظات متحفظين على كام؟ على 5 6 7 الاشقياء، يعني لا يمثلوا ايه في 600 عضو، لكن دايما الصوت العالي هو اللي بيوصل للناس. ولانه هناك برضو جزء تربص من جانب قطاع بالبرلمان ده، لان الناس عايزه تقارن البرلمان ده ببرلمان 2012. برلمان عمل في 2012 كان في احنا كنا واخدين موقف مبدئي من تصرفات هذا البرلمان، من توجهاته، فشيء طبيعي انه اللي كانوا مؤيدين لهذا البرلمان يبقوا متحفزين ومتربصين ببرلمان 2016. الخلاصه ان ده افراز طبيعي، مش جايين من بره، يعني الناس دي مش جايين من كوكب تاني، دول جايين من الشارع السياسي المصري، وعلينا ان احنا واختيار من نزل الى صندوق الانتخاب، وعلينا ان احنا نحترم الناس اللي بذلت مجهود وترشحت، والناس اللي بذلت مجهود اكبر ونزلت تنتخب. يعني ما نسفهش من قيمه اللي هو كان عنده حميه ان هو ينزل وينتخب، بعكس بقى اللي قاعد يتفرج او يناضل كالعاده. يعني اغلبنا بيناضل على السوشيال ميديا، لكن اللي نزل ده المفروض نحترم هذا الاجراء. وعايز اقول لك كمان، دايما البرلمانات تبدا كده، يعني بعد الثورات، يعني احنا مش عجبه، يعني لو شفنا البرلمانات اللي تمت في اوروبا الشرقيه، في امريكا اللاتينيه اللي قامت بعد الثورات، يبقى في حاله الارتباك دي. انت كمان كبرتي قوي حجم البرلمان، يعني احنا برلمان 1866 كان 75 واحد، شوفي وصلنا الضعف مرات متعدده. البرلمان كمان شيء طبيعي انه البرلمانيين السابقين المحترفين غابوا عن البرلمان. ال30 سنه الاخيره حصل فيها تجريف، فانت هتشوفي حتى المستويات، لاول مره المصريين يدركوا ان في مشاكل في استخدام اللغه العربيه لدى رئيس البرلمان، لدى وكلاء البرلمان، لدى النواب، فده ازعج الناس. وعايز اقول لك ده في حد ذاته امر جيد،
لانه طول ما الناس ما خرجتش وما ظهرتش امام الاعلام، الناس متصوره انها يعني وده برضو انعكاس لمجتمعنا دلوقتي اللي بقى بيتفاخر ان انا ابني وبنتي في مدارس لغات ما بيعرفوش عربي خالص. ربما ده يكون سبب من الاسباب انه الدوله وهي بتضع استراتيجيه 2030 انها تركز على اللغه العربيه، باعتبار مصر كمان كانت هي دي الرساله بتاعتها، هي اللي كانت بتوصل من خلالها. يعني وعندنا قرار رئيس جمهوريه بتغيير المناهج. اللغه والازهر كانت بتسهل المهمه دي. ربما يكون ده في تجديد الخطاب الديني، ربما يكون ده تبقى فرصه ان احنا نجدد المناهج كلها. وانا شايف ان الخلاصه خلينا نقبل هذا البرلمان بما له وما عليه. البرلمان ده تعالي زي ما بنعمل مع كل رؤساء الدول، مع كل الوزراء، ان احنا بنديهم 100 يوم. البرلمان ده عايز 100 يوم. بعدها هتلاقي الشعب دوت بيطالب بحل البرلمان ده في اسرع وقت، يا اما يكون في اكتشافات ويفاجئنا البرلمان ده بما لم نتوقعه، لانه البدايه مقلقه. فمخليه الكل هيبقى متحفز. وربما ده اللي دفع عدد من النواب ان هو يطالب رئيس البرلمان بانه يلغي عمليه البث المباشر ويكتفي بانه يكتب تقارير، او ان الجلسات اللي هتبقى فيها موضوعات مهمه انها تتناقش امام الراي العام، لانه الراي العام كمان يعني 5 سنوات صعبه جدا، فمنتظر بقى كان حاقد امال ضخمه جدا على هذا البرلمان. البرلمان ده من اهم هيتفرج على مجلس اللوردات البريطاني. طبعا ما هو عشان كده انت هتلاقي المصريين قارنوا ما بينه وما بين برلمان 24 ازاي الناس كانت قاعده منضبطه، بس برضو الامر مختلف والبيئه مختلفه. البرلمان ده يعني من اهم، ان لم يكن اهم البرلمانات المصريه كلها من 1866. البرلمان ده المصريين عاقدين عليه امال ضخمه جدا. اول هذه الامال ان البرلمان ده هيترجم اكبر دستور في تاريخ الدساتير المصريه. 247 ماده هيترجموا. البرلمان ده هو اللي لديه سلطات لم تكن موجوده لاي برلمان سابق. يعني من يوم ما مصر وضعت الدستور 23 الى اليوم، ده اول دستور يدي سلطات للبرلمان تتجاوز في بعض الاحيان سلطات رئيس الجمهوريه. البرلمان ده من سلطاته الخطيره انه يستطيع سحب الثقه من رئيس الجمهوريه، فشيء طبيعي جدا ان الناس تبقى قلقانه. يعني البعض كان منتظر وكان متخيل انه بيحاول يروج لفكره ان الدستور مره اخرى ينصب لصالح رئيس الجمهوريه، ان الدستور مره اخرى مش هو ده اللي بيعبر على انه في رقابه على الحكومه وفي رقابه على الرئيس. حضرتك دلوقتي بتقول لي احنا عندنا دستور اعطى لمجلس الشعب لاول مره بالمناسبه سلطه سحب الثقه من رئيس الجمهوريه. ايوه، لا السلطات اللي اخذها البرلمان نفسها في انه يصدق على برنامج رئيس الوزراء، في انه يقبل رئيس الوزراء او يعزله، في انه يحاسب رئيس الجمهوريه، دي سلطات لم تكن موجوده على الاطلاق. يعني دي كانت رفاهيه مش موجوده. دلوقتي عندهم سلطات ضخمه جدا. عشان كده اللي متفهمين واللي متابعين واللي قاريين الدستور المصري لديهم تخوف وحسوا بالقلق من الممارسات البسيطه اللي تمت اول يوم. لكن في النهايه الناس دي فاهمه انها تحت ميكروسكوب الراي العام، وان الراي العام المصري اصبح فاعل مش مفعول به. يعني الناس بقت تراقب وتتابع، وتقدري تلاحظي ده ببساطه شديده جدا من رد فعل الجماهير من الجلسه الاجرائيه الاولى. وبعدين برضو نحط في الاعتبار ان الجلسه دي امتدت 17 ساعه. يعني مفيش جلسه يعني اقصى جلسه في البرلمانات المصريه من يوم ما عرفنا البرلمان قعد 11 ساعه. فلما 17 ساعه شيء طبيعي ان بعض الناس فلتت. لسه الناس كمان مش فاهمه انها تحت عين وبصر وبصيره الراي العام. فاللي مسك تليفون واتكلم فيه، واللي كان بيشاور لاولاده عشان يشوفوه، واللي كان بيتكلم والمايك مفتوح ما يعرفش المايكات مفتوحه، فالحوار كله كل دي اخطاء يشترك فيها طرفين. تشترك فيها امانه المجلس، لان امانه المجلس كان لازم هي تنبه على الناس بحكم ان هي لديها خبره. لكن لحسن الحظ او لسوء الحظ ان الكل جديد. الامانه جديده، الامناء السابقين مشوا، فالامانه جديده، الامين العام جديد بموظفينه. وعشان كده احنا شفنا موظفين البرلمان هم اللي كانوا ظاهرين اكتر من الامين العام واكتر من النواب، لان هم بحكم الممارسه كان لديهم بعض الخبره في اداره الشان العام. البرلمان ده الخلاصه انه برلمان لا يملك رفاهيه الفشل. يعني رغم كل ما يقال، لكن البرلمان ده مدرك ان هو على كف عفريت، لان البرلمان ده فيه 250 طعن في محكمه النقد، في تقريبا 17 طعن في امام المحكمه الاداريه.
ال 17 طعن في الغالب هيروحوا للمحكمه الدستوريه، فالكل مدرك يعني والنواب مدركين ان البرلمان ده ممكن في اي لحظه، سواء بعض النواب تحكم محكمه النقض ببطلان الانتخابات في دوائرهم والتعدي الانتخابات وخروجه من البرلمان، وفي سيف كمان بعدم الدستوريه ربما يهد الكيان كله. فهم مدركين كمان، ويجب انهم يدركوا، ويجب ان احنا نقول لهم الكلام ده بصفه مستمره، انهم هيرجعوا تاني للناخبين، فعليهم ان هم يحترسوا جدا لان الناس مش هتنسى. واللي مهتمين ان هم يتابعوا جلسات البرلمان اللي هم نزلوا الانتخابات اكتر، لان هو عايز يشوف فعلا هو كان يعني انتخابه للنائب ده او للنائبه ده كان منصف ولا لا. مش عايز بقى واحنا بنقول بعض السلبيات ان احنا ننسى ان البرلمان ده لاول مره يبقى فيه هذا العدد من السيدات. والحقيقه اللي كان حاجه ممتازه، واللي كان متميزين وحضورهم كان راقي. عدد كبير من اخواتنا الاقباط، عدد كبير من ذوي القدرات الخاصه، عدد بيمثل المصريين في الخارج، العمال، الفلاحين. لا يعني لاول مره تستشعري انه الفئات المهمشه اللي كانت موجوده في المجتمع كلها ممثله في البرلمان، ودول منوط بيهم لان الدستور بيقول ندير لمره واحده، فمعناها ان هم هيبقوا حريصين جدا انهم يتركوا اثر ايجابي لدى الناخب المصري عشان لما يترشحوا مره ثانيه ينتخبهم. ما نرجعش مره ثانيه زي 79 نرشح 30 سيده وبعدين نيجي في 84 ما نلاقيش حد. عايزين المره دي اذا كان وصل عندنا 84 او 85 سيده ان المره الجايه يبقى الرقم ده الضعف. فدول عايز اقول لك المراه المصريه واخده الموضوع جدي جدا، ولو هتشوفي النائبات كانوا داخلين. وعايز اقول لك بقى الاكتر اللي الناس مش عارفاه، ان لما اتعملت دورات تدريبيه قبل البرلمان ما يبدا جلسته الاجرائيه، كان اكتر ناس حريصه على الحضور هم الجدد عشان يتعلموا وعشان يفهموا هيستخدموا الادوات الرقابيه ازاي، لانه الناس متصوره انه هيخش الصبح يعمل الاستجواب ولا هيعمل طلب احاطه ولا هيعمل سؤال، وهو طبعا كل الكلام ده ليه حتى ترتيبه وليه اجراءات عشان تتعمل، وبيتأيد في جدول اعمال الجلسه، وبيتم اختار الشخص اللي هيتم توجيه السؤال اليه او الاستجواب قبليها عشان يجهز رده. مش هتيجي يعني بس يعني تيجي الكاميرا قدام منه فيقوم مفجر طلب احاطه ولا سؤال ولا استجواب. لا، الامر يعني في نوع من القانونيه اكتر وفي نوع من الوقار اكتر. وانا اعتقد ان هم ردود افعال الراي العام تجاه البرلمان وان الناس شبهته بالمسرح ربما يدفع الكثيرين من نواب البرلمان ان هم يعيدوا حساباتهم مره اخرى. عشان كده لما تقدم 40 بس بطلب بوقف اذاعه الجلسات او بثها بث مباشر، يعني شفنا التسقيف الحاد، لانه بعضهم ادرك وبعدين تحت ضغط الراي العام تاني بداوا يقولوا طيب ادونا مهله بس يتسجل وبعدين ويتمنتج وتذاع المناقشات الفعليه اللي ستتم تحت وربما لو هم حسوا يعني في نوع بيتم الاول من الاشباع، يعني الاشباع من الكاميرا، الاشباع من الكلام، بعد كده هيحصل انضباط. يعني انا شايف ان النواب اللي هم بالذات اللي هم يعني جت عليهم بعض الملاحظات في الغالب مش هيكرروها، فيما عدا ال7 الاشقياء او اللي هم بقى غاويين الوقوف قدام الكاميرا وعمل مشاكل وبتاع والخروج على الاعراف. دي طبيعه، وليهم ناخبيهم اللي جابوهم، هم عارفين ان هو مش بيخاطب رئيس البرلمان ولا بيخاطب زمايله، هو بتبقى عينيها على الناخبين اللي انتخبوه. اذا كان التحدي الاساسي امام النواب الان هو هذا المشهد الذي خرج على الملأ واثار ردود افعال متباينه في الشارع المصري، التحدي الثاني امام هذا البرلمان هو هذه الكميه من القوانين التي يجب ان تتم مناقشتها فورا. اهم هذه القوانين واكثرها حساسيه والتي يجب ان احنا نتوقع من البرلمان وهو بيناقشها انه هتاخد حيز اكبر من قوانين تانية. شوفي، يعني انا اعتقد ان الحكمه فرضت نفسها بانه تم توزيع القوانين على 19 لجنه، بحيث ان كل لجنه مختصه تاخد عدد من القوانين. لكن البعض بيقول ان هم تقريبا 320 قانون اللي اتعرضوا على المجلس من 215. هل في بعض قوانين ناقصه؟ هل هيكملوها ويعرضوها؟ انا متصور انه اغلب هذه القوانين هتمر بسلام، لانه في النهايه البرلمان ملزم بانه يراجع ويناقش هذه القوانين او يعدلها او يصادق عليها في خلال 15 يوم، لانه عدم التصديق عليها في خلال 15 يوم معناها بالضروره ان يبقى عندنا فراغ تشريعي. يعني شوف، تصوري ان يبقى عندنا 215 قانون وفجاه تقولي مش موجودين. يعني في مراكز قانونيه تم بنيانها، فصعب ان احنا نهد المراكز القانونيه اللي تحصنت لبعض الاشخاص. ففي الغالب اللي هيتم انه
99% من القوانين دي هتلقى قبول. اول قانون النهارده في لجنه القوى العامله اعترضت عليه وما وافقتش عليه هو قانون الخدمه المدنيه. وارد انه في قانون وده من القوانين اللي معروضه على لجنه حقوق الانسان، قانون حق التظاهر، يعني قانون حق التنظيم. في بعض القوانين دي اللي هتبقى يعني هيبقى حواليها الجدل. بعض الجدل، يعني ربما في النهايه، لانه مش معناها ان اللجنه قالت انها عليها تحفظات انه ده قرار المجلس، لانه في النهايه قد يكون التحفظ لبعض البنود، بعض المواد في القانون وليس القانون بشكل ايوه مجمل. اي مكان الامر كل القوانين في النهايه هتعرض على الجلسه العامه، والجلسه العامه هيتم فيها التصويت. فيها 3 انواع من القوانين. في قوانين هتستلزم، القوانين المكمله بالدستور هتستلزم التلتين، يعني موافقه ثلثي الاعضاء. ثلثين الاعضاء. في بعض القوانين هتحتاج الاغلبيه. في بعض القوانين هتستلزم اغلبيه الحضور بس، يعني هتتقسم على 3 جلسات، وممكن ال3 جلسات يتعملوا في يوم واحد. يعني ده التحدي الاول. التحدي الثاني هو ترجمه الدستور الى تشريعات. التحدي الثالث ان الناس الغالبيه العظمى من اللي شاركوا في الانتخابات شاعرين ان البرلمان ده هو اللي هيحقق امالهم وطموحاتهم، فهو اللي هيراقب الحكومه، وهو اللي هيترجم نصوص المواد اللي فيها نسبه من الناتج القومي الاجمالي. وده امر انا متصور انه ده التحدي الحقيقي، لان ده تحدي مش تحدي البرلمان بس، لكن تحدي الحكومه كمان، لانك انت بتدوري انك تجيبي 2% من الناتج القومي الاجمالي عشان تتكلمي على التعليم، البحث العلمي، الصحه 3%، ودي مبالغ ضخمه، خاصه وانه الموازنه العامه الجديده اللي معروضه قلت فيها النسب مش زادت فيها النسب. فده معناها انه لما يتقدم برنامج الحكومه قدام منهم هيبقى السؤال الجوهري. انت عارفه المصريين يقول لك ايه؟ اطبخي يا جاريه كلف يا سيد. هيقولوا له احنا عايزين نعمل القوانين دي، هيقولوا طيب يعني ساعدونا في تدبير موارد ماليه عشان نعمل ده. ما هو احبم على اي حكومه في الدنيا انها تراضي الشعب، لكن في النهايه احنا عندنا موارد محدوده. ده هيتم ازاي بقى؟ انا اعتقد ان ده التحدي الرئيسي. التحدي الثاني هو مكافحه الفساد. يعني البرلمان من وظائفه التقليديه الرئيسيه التشريع والرقابه. طيب الرقابه بقى، احنا طول الوقت بنتكلم عن الفساد اللي استشرى في مؤسسات الدوله. طيب وعندنا في كمان لجنه تقصي خاصه بالتقرير الذي قدمه المركز ادي اول اختبار، هيبقى اول اختبار للبرلمان انه قدمه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. التصريح اللي نسب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه يعني الفساد وصل في مصر وصل 600 مليار، واللجنه اللي شكلها رئيس الجمهوريه، وما كانش حد هيقدر يعمل حاجه غير لما يبقى في برلمان. فالبرلمان هيبقى منوط بيه بقى ان هو هيراجع التقريرين، التصريحات اللي تمت من رئيس الجهاز والتقرير اللي كتبته اللجنه، وهياخد فيه قرار. والبرلمان في النهايه هو صوت الامه، هو القادر على اتخاذ قرار سواء بالنسبه للجنه او بالنسبه لرئيس المجلس. وده في حد ذاته اختبار فرض نفسه، او الاحداث فرضت نفسها على البرلمان قبل حتى ما يبتدي هو في القوانين. البرلمان كمان هيراجع كل المشروعات اللي تمت في غيبه البرلمان. احنا عملنا مشروعات قوميه كبيره وحاجات كبيره، فالبرلمان هيصادق على الاتفاقات الدوليه كلها اللي تمت في غيبه البرلمان هتعرض على البرلمان. فمهام جسام هتعرض على هذا البرلمان. ومهم جدا انه الساده النواب المحترمين يدركوا المسؤوليه اللي عليهم، لانه في رقابه شديده جدا. مش هم متصورين ان الرقابه من الاعلام او ان الرقابه من الفضائيات، يعني لا، الرقابه من الشعب. الرقابه من الشعب. الناس يعني الناس عايزه تعرف البرلمان ده هيقدر يعمل المهمه دي ولا لا. في بعض الاحيان انا بتمنى انه ربنا يخيب ظننا ويكون البرلمان عند حسن ظن من انتخبوه، لانه دي يعني عايزين نضمن للناس انها تظل تنزل انتخابات، لانه لو فشل البرلمان دوت بيدي انطباع لدى البعض انه ما يشاركش في الانتخابات بقى، ويسيبها بقى تجيب او انه يدرك الشعب ان لديه القدره على ايجاد برلمان، ويدرك انه ان لم يرضى عن هذا البرلمان لديه القدره على ان يستغني عن هذا البرلمان والاتيان بغيره، وكله بالصوت والصوره، وكل شخص تم انتخابه هيتشاف داخل البرلمان اداؤه، مصداقيته، حرصه على مصلحة الدولة، الحرص على مصلحة الشعب بشكل مجمل، انه ليس منصب تشريفي ولكنه منصب شديد الحساسية بيعبر فيه عن الشعب المصري. وبهذه المناسبة هنخرج دلوقتي لتقرير نشوف فيه انطباع الشارع المصري عن برلمان 2016.
شيء رائع عظيم مبشر لكل مواطن مصري يسعد به. نتمنى التوفيق بالنسبة للدولة وبالنسبة للمجلس في مناقشاته ومراقبته لأداء الحكومة، وفي مناقشاته التشريعية واعتماده للقوانين في الفترة السابقة. النهارده الأعضاء هيبدأوا يسألوا الوزراء، يسألوا مجلس الوزراء، بيناقشوا قوانين، بيناقشوا مادة في قانون مثلا غير متفق عليها كعموم، أو مادة في القانون بتمس الصالح العام أو بتمس الشعب. بداية انعقاده خطوة مهمة جدا، ودي الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق. فالمفروض ان احنا نستقبل دوت بشيء من الامل، او بامل كبير، بلاش شيء من الامل، بامل كبير جدا. مهما كان اي سلوكيات بسيطه ظهرت او طرأت على الشاشه المفروض ما نهتمش بيها دلوقتي، او حتى ما ناخدهاش في الاعتبار. بنتمنى ان هم يكونوا عند ثقه الشعب بصراحه، والجلسات تكون حيه، ويراجعوا القوانين اللي اتعملت قبل كده، لان هم في ناس، المفروض ان هم في ناس هم اصلا حاطين الدستور من ضمنهم الدكتور علي عبد العال. فدي امنياتنا يعني ان هم يكونوا عند ثقه الشعب. طبعا كلنا سعداء باستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل. طبعا البرلمان ده عليه وامامه مهام وملفات مهمة جدا. مجلس الشعب جزء من السلطات في الدولة، السلطة التشريعية. المفروض ان دورها تشريع، اصدار التشريعات والرقابة على الحكومة ومحاربة الفساد، مش النظرة التقليدية انها بتقدم خدمات للمواطنين. هل الاعضاء اللي احنا شفناهم، هل الشكل اللي احنا شفناه قادر على كده؟ عودة لاستوديو الشارع المصري وضيفي الأستاذ عصام شيحة. بدون تحيز، أنا عايزة تعليق وبشكل أساسي فعليا. يمكن إحنا في الجزء الأول مرينا على مسألة إنه أول برلمان يكون يعني داخله هذا العدد من السيدات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عايزة أعلق على هذين الجزئين. الإشكالية في مجتمعنا وفي مسألة بالذات التمثيل البرلماني أن هذا المجتمع ما زال بينطلق من معتقداته الثقافية وموروثاته الخاصة، بغض النظر عن كون السيدة ذات منصب، ذات تعليم عالي، خبرة سياسية. ما زلنا بنشوف انه اصل مش هينفع هي تبقى نائبة مجلس الشعب، والنماذج السابقة القليلة يا اما من عصبيات قبلية يا اما بالتعيينات. كيف يمكن للمرأة بالفعل في هذا البرلمان؟ وزي ما شفنا حتى هذه اللحظة، يمكن وسط هذه المشاهد المختلطة التي أثارت يعني ردود أفعال قوية داخل الشارع، إلى أن مشهد النائبات داخل مجلس الشعب أيضا أثار جذب الانتباه. انضباط، التزام، انتباه، محددين، حريصين جدا. التفاوت العمري، أصغر النائبات اللي أصبحت موجودة في لجنة الإدارة المحلية، والناس كان عليها جدل. للأسف الهجوم جاء من بعض الناس اللي كانوا يعني محسوبين على النخبة السياسية، ولكنها شابة أثبتت على أرض الواقع ان هي جديره بهذا المنصب، مش جايه تبع حزب معين، مش جايه تبع قائمه. بالعكس، دي نزلت في منطقه صعبه. بتكلم على النائبه دينا عبد العزيز في حلوان، نائبه حلوان، لكن عملها على ارض الواقع في مقابل بعض الاحزاب التي ليس لها وجود في هذه الاماكن. فالحقيقه مشهد وجود المراه ومشهد وجود ذوي الاحتياجات الخاصه كان الشيء اللافت للنظر بشكل كبير جدا. شوفي، عايز اقول لك الاول، ما فيش جدال على ان احنا مجتمع ذكوري يعني، لكن يبدو ان الثقافه بتتغير يوما تلو الاخر. كان في جرأه شديده جدا من شابات صغيرات شاركوا في الانتخابات. يعني سيبك من اللي نجحوا، لكن لو ادركتي ان تقريبا كان عندنا حوالي 800 فتاه تحت سن 30 سنه شاركت في الانتخابات، ده انجاز ما كانش بيحصل قبل كده. فده معناها ان اللي كان لديهم ثقه على ان في متغير تم في الشارع المصري، ان ينجح منهم حد. واحنا بنسميه عشان اللي خاض الانتخابات قبل كده يقول لك نجح بدراعه. يعني ده في حد ذاته محل تقدير الناس، انها نزلوا على الناس، نزلوا في الشارع، اتكلموا مع الناس، طلبوا من الناس انها تخاطب عقولهم، تخاطب افكارهم،
مش تخاطب بس الشكل. فالاطار العام اتغير لدى قطاع كبير من المصريين. نسبه التعليم زادت، نسبه الوعي السياسي يعني احنا عانينا صحيح في ال5 سنوات الاخيره كتير، لكن ده ما منعش ان نسبه الوعي السياسي لدى المصريين زادت بشكل كبير. فالناس بدات تحترم ده، بدات تحترم المراه. احنا كمان عاقدين امال كبيره قوي على المراه داخل البرلمان. المراه بطبيعتها وزير ماليه، واحنا عندنا الازمه الاقتصاديه هي من الازمات الكبيره جدا اللي بيعاني منها المصريين، وعاقدين امال كبيره على انه المراه تهتم بالقضايا اللي كان بيهتم بيها المجلس القومي للمراه مثلا، اللي هي ما كانتش بيقدر الراجل يوصلها تحت قبه البرلمان بشكل واضح. المراه المعيله، القضايا الخاصه بالطفوله، قضايا الاسره، القضايا الخاصه بالطفوله، تعديل قوانين الاسره، ده مهم جدا، من الامور الهامه جدا اللي محتاجه تصحيح. وان البرلمان دوت من مهامه الرئيسيه انه يصحح بعض التشريعات اللي تمت، لانه في تشريعات دلوقتي بقت متعارضه مع الدستور، في تشريعات من كتر ما ادخل عليها من تعديلات فقدت فلسفتها. المراه هتقوم بدور مهم جدا في القضايا الخاصه بالمراه والخاصه بالبيئه والخاصه بالاقتصاد والخاصه بالاستثمار، لانها مدركه ان دوت بينعكس على البيت. المراه اللي هي بتقوم، المرأة المعيلة اللي هي بتقوم بدور الأم والأب، اللي هي بتقوم بدور المدرس. ما هو المدارس لأنها ما بتقومش بدورها كما ينبغي، بقت الأم هي اللي بتقوم بهذا الدور. فهي حريصة كمان لما تيجي تتناقش القضايا الخاصة بالتعليم، القضايا الخاصة بالمناهج، إنها تشارك فيها، لأنها أدركت انه الولاد في بعض الاحيان مش قادرين يستوعبوا، او مش مهمه الحفظ لم تعد موجوده، خاصه وانه الاجيال الجديده بتستخدم تقنيه حديثه، فمحتاجه نوع من التفكير بصفه مستمره. ده دور المراه هيبقى في البرلمان بشكل كبير. انا كمان نصيحتي ليها بامان انها ما تنساش لاي لحظه من اللحظات ان هي جت باصوات الناخبين، وانها تلعب في المنطقه الوسط لحد ما يبقى عندنا المجالس المحليه. طبعا من اهم القوانين اللي هيناقشها البرلمان القادم هو قانون الاداره المحليه، ومعناها وفي اعقابها مباشره، وربما يكون دوت في شهر ابريل او مايو على الاكثر، هيبقى عندنا الانتخابات المجالس المحليه. هيبقى عندنا 54,000 عضو هيقوموا بالدور الخدمي اللي المفروض يعني دايما بيبقى على عاتق النائب البرلماني، فهيتفرغ النائب البرلماني شويه، يبقى دور الرقابي ودور التشريعي هيبقى عنده وقت يمارسه اكتر بكثير من ان هو يبقى دايما شايل الشنطه وبيلف على الوزراء كلهم. كمان التجربه بتقول انه الوزراء مش هيفتحوا ابوابهم على مصراعيها للخدمات مره ثانيه، لانه فكره تكافؤ الفرص والمساواه بين كل المصريين ده القانون اللي هيحكمها. مش معناها انا عشان نائب فانا اخد 5 وظائف في وزاره الكهرباء، واخد 10 وظائف في وزاره البترول، و5 في الاداره المحليه. لا، الكلام ده مش هيتم. هيبقى فيه المسابقات واللي ينطبق عليه الشروط هو دوت. فنعمل نوع من تكافؤ الفرص والمساواه، ونخلي الناس تستشعر قواعد العداله الاجتماعيه. احنا كمان من القوانين المهمه جدا اللي هينظرها البرلمان هو قوانين المرتبطه بالعداله الاجتماعيه والعداله الانتقاليه، لان انت عايزه كمان المشاكل اللي حصلت في ال5 سنوات كلها عايزه تضمدي الجراح، عايزه تعملي جبر الضرر، يعني عايزه تفتحي افاق امام الشباب لممارسه العمل السياسي. فاكتر فئتين ان لم يكن 3 داخل البرلمان منوط بهم ان هم يقدموا ادوار غير تقليديه، هيبقى ذوي القدرات الخاصه، وهيبقى الشباب، وهتبقى المراه، عشان يضمنوا ان الانتخابات القادمه سواء كانت الانتخابات ديت بعد سنه او بعد 5 يكونوا تركوا انطباع جيد لدى الناخب المصري فيراهن عليهم. وانا شايف يعني احنا لو بنتكلم تقريبا البرلمان فيه اكتر من 400 جدد، في منهم على الاقل في 100 شاب، على الاقل في 80 شابه. ده انجاز لو نجحوا ان هم يعدلوا الصوره الذهنيه لدى الناخب المصري انه يتم الرهان عليهم في المستقبل، لو تبنوا القضايا الاقتصاديه والقضايا الاجتماعيه اللي بتهم المصريين اللي كانوا هم بيقولوها للناس وهم في معركتهم الانتخابيه. احنا مش عايزين ننسى اللي احنا كنا بنقوله للناس في المعارك الانتخابيه، لان احنا كنا بنوعد الناس ان احنا هنساهم في قانون التامين الصحي، من القوانين الهامه جدا، يعني القوانين الخاصه بالعماله المؤقته. يعني يكفي ان احنا نعرف انه الفلاح المصري اللي هو منوط بيه اطعام المصريين هو المواطن المصري الوحيد اللي لا عنده تامين صحي ولا عنده تامين اجتماعي ولا عنده معاش. فالشيء الطبيعي ان البرلمان ده يعمل نوع من العداله الاجتماعيه. فحتى كمان بدل ما الناس هجرت الاراضي وما بقوش يشتغلوا في الفلاحه، فالناس يبقى عندها نوع من الامان انه لا قدر الله لو حصل له عجز او وصل به السن ان هيلاقي ان الدوله بتغطيه سواء من العلاج او تغطيه حتى من المعاش. علينا كمان ان احنا ما نخجلش من التعلم.
يعني انا نصيحتي كمان للجدد ان هم ياخدوا دورات تدريبيه ويحضروها، ومش عيب ويقروا الدستور ويقروا تفسير الدستور ويقروا القوانين المكمله للدستور، لانه التعلم بيفيد مش بيضر ابدا. الجدل القانوني ما بين القامات القانونيه الكبيره اللي موجوده داخل هذا المجلس، واحنا شفنا منها يمكن جدلين او 3 على الشاشه، هل هذا في صالح المواطن ان هو يشوفه ويتعرف عليه؟ هل هو في صالح الاعضاء الجدد الشباب والحك اشرت ليهم انهم محتاجين انهم يتعلموا؟ اي جدال محترم تحت قبه البرلمان يضيف للبرلمان ويضيف للشارع المصري اللي بيتابع. لما تقولي لي 2 بحجم المستشار سر صيام والدكتور علي عبد العال، وتبقى لانه نصوص القانون بطبيعتها حماله اوجه، فلما تسمعي التفسيرات وتميلي للتفسير الاسهل، لا ده اضافه جيده. وانا اعتقد انه سر صيام اضافه للبرلمان، وخبره قانونيه لديه خبره في زمن عزت فيه الخبرات دي. فنتفق او نختلف، احنا في اشد الحاجه ان احنا يعني مش عايز اقول نستغل، لكن يعني نستثمر الكفاءات اللي موجوده عندنا وناخد منها افضل ما يمكن. وزي ما قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان البرلمان ده هيترجم عدد ضخم جدا من نصوص الدستور الى تشريعات، فاحنا محتاجين ناس لديها خبره في التشريع في ظل غياب كوادر كثيره داخل هذا البرلمان. هل الخبره الوحيده المطلوبه هي مطلوبه لاعضاء البرلمان القادم؟ هل هي الخبره اللي مطلوبه ان شباب البرلمان القادم يتعلموها، ولا احنا كمان كشعب مطلوب لنا خبره جديده كيف نكون رقيب على من اخترناه ان يكون متحدثا؟ شوفي انا مش قلقان من فكره رقابه الشارع للبرلمان، لانه يبدو ان في شغف. يعني اللي انت لو سالت اي حد دلوقتي حتى من سيدات البيوت هيقول لك تابعوا الجلسه وشافوا مين اللي قال. في ناس اخذت اجازه من البيت في الشغل وقعدت في البيت عشان تشوف، قعدت تتفرج عليها يعني. وفي ناس زعلت قوي يقول لك احنا قعدنا لحد الفجر بنتابع. طب ما قمتش ليه؟ يقول لك كانت شيقه. طب خلاص، ما هو ده جزء كويس، ده نوع من الاهتمام. احنا مش عايزين نفقد هذا احنا مش عايزين نفقده، ولكن لدينا ايضا عامل موجود، لدينا الاعلام المثير للجدل، لدينا الاعلام المشكك، لدينا الإعلام أحيانا اللي ممكن يستطيع أن يوجه بالشكل الغير مباشر، ولكن يكون هذا التوجيه توجيه سلبي. احنا طبعا الإعلام له مفترض أنه له حرية التعبير، ولكن أين هي الضوابط التي يجب أن أتعامل بها في هذا السياق إعلاميا علشان الشعب اللي بياخد رد فعل مني؟ البرلمان ده منوط بيه كمان انه هينشئ عدد من المفاوضات. من ضمن المفوضيه الاولى مفوضيه خاصه بالانتخابات، مفوضيه خاصه بالاعلام. فانت وانت بتعملي ده انت لاول مره يعني هتقري قانون خاص بالاعلام الجديد، يعني المنظومه كامله، بالاضافه انك هتعملي كيان لانك انت ما عندكيش وزير. يعني احنا اعتدنا، احنا دوله مركزيه، يعني الوزير بيلعب فيها دور مهم جدا. فاحنا جينا شلنا الوزير وقلنا نعمل زينا زي BBC مباشره من غير ما نمهد فجاه ما بقاش عندنا راس بتدير الاعلام او بتتابع الاعلام او بتضع رؤيه للاعلام او استراتيجيه للدوله المصريه الاعلاميه. انا اعتقد ان المفوضيه دي هتقوم بالدور ده. احنا كمان علينا ان احنا نحترم ميثاق الشرف الاعلامي، يعني ونتفق عليه ميثاق الشرف الصحفي. علينا ان احنا يبقى ده من تلقاء نفسنا، خصوصا في التعامل اعلاميا من تلقاء يعني ايوه من تلقاء نفسنا. ماسبيرو محطوط تحت المجهر بشكل كبير ومصوب تجاهه السهام بشكل اكبر، والساحه مفتوحه للاسف من بعض من في الاعلام الخاص تجاه هذا المكان الذي يمثل حقيقه هو تلفزيون الشعب. عايز اطمنك بس انه في النهايه لن يصح الا الصحيح. يعني احنا في مرحله كانت الاراء فيها حاديه جدا، وكانت الناس بتزايد عشان الناس تتفرج، يعني اقصى اليمين واقصى اليسار. بعد 5 سنوات اصبح لدى قطاع كبير من المصريين رغبه في الموضوعيه. ربما ماسبيرو حافظ على موضوعيته قدر المستطاع، ربما هو محتاج بعض الدعم. انا اعتقد ان البرلمان القادم هيساهم في انه تترفع ميزانيه الاعلام في يعني الالات الحديثه اللي الناس محتاجينها. يمكن اهم الدعم الذي يحتاجه ماسبيرو هو الدعم الثقه، لانه اذا كان البعض منتظر في يوم من الايام ان ماسبيرو تعلو فيه الحناجر ويحصل فيه تجاوز لفظي او يحصل فيه هجوم، وعشان من منطلق ان دي حريه اعلام وان هي دي الحريه في الكلام، عفوا لا ده اعلام المصريين، ده اعلام الدوله. احنا نستطيع ان احنا نقول كل اللي احنا عايزينه، ولكن بالتاكيد ماسبيرو لديه ضوابطه الاعلاميه اللي هيحتفظ بيها. لا الصوت عندنا هيعلى ولا الالفاظ هيكون فيها تجاوز ولا عندنا فهم خاطئ للحريه. نرجو ان هذا يكون واضح امام مجلس الشعب القادم ولجنه الاعلام بشكل محدد. استاذ عصام شيح، انا اشكر حضرتك جدا على وجودك معايا النهارده. مرينا سريعا جدا على مشهد افتتاح البرلمان وعلى اهم ما سوف يحدث وما ينتظر واهم القوانين التي سوف تتم مناقشتها. اكيد البرلمان سوف يكون ساحه
طبعا. للنقاش في كثير من حلقات الشارع المصري، لان احنا بنعبر عن الشعب المصري، والبرلمان اصبح من الامور الهامه جدا، فبالتالي سوف يكون هناك مجالات اكبر لنتكلم عن ما سوف يحدث داخل البرلمان مع من هم داخل البرلمان، ولكن بشكل محدد. في ختام اللقاء بشكر ضيفكم البرلماني السابق والقيادي الوفدي والمحامي بالنقد الاستاذ عصام شيحه، بشكرك على وجودك معايا. اشكركم اعزائي المشاهدين، خلينا متفائلين، كلنا لدينا تجارب، في اخطاء بتحصل نصلح، المهم ان احنا نكون رقباء، ونكون رقباء بالشكل الصحيح، وننتظر ونقيم كيف سيكون مجلس الشعب. وزي ما عرفنا نجيب مجلس الشعب ما عجبناش نقدر نجيب غيره، يجب ان نقيم من اخترناهم حتى نستطيع ان نختار افضل المره القادمه. ولكن كل التوفيق ان شاء الله لهذا البرلمان الذي نعول عليه كثيرا في الفتره القادمه. اشكركم ونلقاكم الاسبوع القادم، حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.